يا هلا. قد لا ينال الإنسان من الدنيا كل شيء يتمناه، ولكن عندما ينال محبة ومعزة الناس، ناس مثلكم، فهذا أغلى من كل شيء. صباح الغلا. اليوم رح نعمل حلا جديد، فيكم تسموه حلا القهوة أو حلا الضيوف، سريع واقتصادي وبدون فرن، متخيلين؟ ومكونات متوفرة في كل بيت، ما رح تحتاجوا شيء من برا إن شاء الله. والأهم من هيك لذيذ وسريع التحضير، أي حدا بيقدر يعمله، بس اتبعوا الخطوات اللي راح أقولكم عليها في الفيديو. راح نحكي المكونات كاملة، وراح نحكي طريقة التحضير بالتفصيل، وقولوا لي مين جربوا واكتبوا لي. ويلا نبدأ بسم الله. في البداية راح نحتاج إلى أي نوع بسكوت متوفر عندكم في البيت. أنا راح أستخدم هذا البسكوت الخالة. أول شي رح نطحنه في محضرة الطعام، طبعا في أي طريقة بتقدري تطحنيه، يعني عادي مو مشكلة. ففي الأول رح نطحنه كتير ناعم. طبعا كمية البسكوت تقريبا كوبين، تمام. أنا رح أكتب لكم كل المكونات وخليكم للفيديو للأخير حبايبي. هلا بعد ما طحناه مثل هيك لازم يكون مرمل، تمام. هلا رح نضيف عليه الكاكاو، طبعا كاكاو غير محلى. رح أضيف عليه 3 معالق، هم كافيين. هذا الحلا ما تتخيلوا قديه طيب وسهل وسريع. وهلأ هنا رح أضيف السكر. هلأ كمية السكر حسب الرغبة، انتوا بتحبوا هذا الحلا وسط أو خفيف، أو انكم بتحبوه حلو كتير، فيعني كمية السكر حسب الرغبة، ما تلتزموا بالكمية. طحناه. وهلأ رح نضيف ايش؟ المكون الأساسي اللي هو الزبدة. وهلا أنا بحب أضيف النسكافيه، هاي حسب الرغبة، فيك تستغني عنها، بس هو بعطيه لذاذة كتير لهذا الحلا. مو سميناه حلا قهوة، طعمه كتير روعة. ما تنسوني حبايبي من لايك يسعدكم. وهلا رح أضيف الفانيلا شي معلقة كبيرة. طبعا قلت الزبدة مو مشكلة، هلا بنحطها. هلا مقدار الزبدة رح يكون ربع كوب. هلا هون أنا استخدمت زبدة نباتية، فيك تستخدمي زبدة حيوانية أو أي نوع بتفضلي، بنسيحه على الغاز. هذه هي كل كمية الزبدة، هي اللي راح تساعد إنه الحلا يتماسك، يعني راح يكون سهل تشكيله، وبنفس الوقت ما يكون كتير، يعني مثل ما انتوا شفتوا تقريبا 3 معالق أو ربع الكوب، مو كتير. وهلا هون أنا دوبت حليب بمي فاترة لحتى إني أعجن البسكوت. هلا الكمية هون تقديرية، يعني ما رح أضيف كل الكاسة، ضفت بالتدريج وبلشت أعجن. هلا أنا على أمانة أخذت معي شي 4 معالق حليب سائل. ليش؟ لأني أنا بدي أشكلها، عرفتوا؟ هلا هنا هيك صارت معي عجينة، إني لميت العجينة، شوفوا كيف هي متماسكة معي. ليش؟ لأني أنا ما كترت حليب سائل، عرفتوا؟ من السوائل. هلا شو راح نعمل؟ راح اغطيها واحطها بالثلاجة بس 5 دقايق او 10 دقايق، ما بتاخد اكتر من هيك، بس انه البسكوت يتشرب السوائل. طبعا هدول اللي انتم شايفينهم افكار للتزيين عم بقترحها عليكم، شو ما تحبوا زينه، هو حسب الرغبة، شو ما بتحبوا زينه. انا راح استخدم زبدة اللوتس، كتير بحبوها اولاد زبدة اللوتس. هلا هون بعد ما طلعتها من الثلاجة اخذت معي 10 دقايق. بشكلها على شكل قلب مثل ما انتم شايفين بمنتهى السهولة. طبعا فيك تعمليه مدور بمنتهى السهولة، وفيك شكليه زي ما أنا عملت على شكل قلب، شايفين بهذا الشكل. بتقدم هيك أو بتغمسوه بأي نوع من الشوكولاتة السايحة أو زبدة اللوتس مثل ما أنا عاملة. هلا هون بدي أحكي نصيحة، إنه بعد ما تحطوه بزبدة اللوتس لازم تفردوا ورقة زبدة حتى تقدروا تتحكموا إنه تقدروا تشيلوا البسكوت، عرفتوا؟ هو تقريبا مثل البسكوت. فيعني بتفردوا ورقة زبدة على البسكوت على صينية، وبتحطوا البسكوت فوقيها وبتشكلوا على راحتكم. وطبعا بندخلوا الثلاجة شي ربع ساعة لحتى إنه يتماسك، الزينة تتماسك، عرفتوا؟ وبس والله كتير سهل، شفتوا؟ ما بغلب.
والأهم من هيك إنه لذيذ، وأي شي ضيف إجا عندك بتقدمي له إياه. طبعا الكمية تقديرية، فيك تزيدي أو تقللي حسب، يعني إذا بدك تعمل كمية كبيرة بتزيدي البسكوت، عرفتوا؟ وأنا إن شاء الله راح أكتب لكم المكونات كاملة والطريقة في صندوق الوصف. ما تنسوني حبايبي من لايك، وإذا وصلتوا لهون حطوا لي لايك وتعليق حلو من إيديكم. ودمتم في صحة وسلامة، استنوني فيديو جديد ووصفة جديدة، ومع السلامة.